اول حاجه كنبغي نشكر الجماهير المغربيه على هاد التحف اللي كيقدموا اللي كتعطي صوره زوينه على البطوله الوطنيه. نبداو بماتش الوداد والكوكب اللي سالب رباح الوداد عن طريق وليد الصبار، وكان ماتش مفتوح بين الطرفين. والكوكب هاد العام غادي تقول الكلمه ديالها بقياده رشيد الطوسي، وتحصلوا الكوكب عن ضربه جزاء في الدقيقه 16 وضيعها الزغودي، وفي الدقيقة 36 ماركا وليد الصبار بعد هجمة منظمة. وكنبغي نشكر نور الدين مرابط اللي اليوم دار ماتش كبير بالمهارات ديالو والخبرة في تأطير اللاعبين داخل المباراة. والماتش الثاني اللي فازت به الرجاء على الفتح اللي سالب رباح الرجاء ب2-0، اللي كانوا فيه بزاف ديال الفرص للطرفين. وفي الدقيقة 46 ماركا النفاسي بيلانتي من بعد ما تحصل عليه اسماعيل خافي. وفي الشوط الثاني الرجاء زادت الهدف الثاني عن طريق خفيفي، وكنبغي نشكر بدر بيانول اللي كتحس به قائد وسط الفريق وعطى واحد الثقة في الدفاع الرجاء. ونمشيو لفريق الجيش الملكي اللي فازوا على يعقوب المنصور بنتيجة 2-0، اللي صراحة عجبني الأداء ديال يعقوب المنصور. الشوط الأول كانوا مزيانين وعندهم فرقة مزيانة. في الدقيقة 57 ماركا حريمات بعد خطأ حارس المرمى، وفي الدقيقة 79 ماركا الفحلي بعد تسديدة قوية. وكنبغي نشكر حريمات للأداء ديالو ثابت في كاع المباراة، وكان نجم المقابلة بأسيست وهدف. والماتش الأخير هو نهضة بركان ضد الشيرة اللي فازوا عليهم ب4-0، اداء ونتيجه اللي كتبان عندهم فرقه واقفه في ديال الانتدابات جداد اللي داروا. غادي يكونوا منافسين هذا العام من بعد ما حققوا اللقب الموسم الماضي. والاهداف اللي سجلوهم كل من منير الشويعر والمرابط وميهري والعزري. صراحه عجبني منير الشويعر، الطريقه باش ماركا الهدف كتبين انه عنده مهارات كبيره وغادي يكون ربح الفريق نهضه بركان. وما تنساش الا وصلتي حتى لهنايا ما عليك غير تشارك معنا في القناه، وشكرا.